طبعا هاي قناة علاوي، تلقوا رابطها بالوصف مثبتة والتعليق اسفل الفيديو. إذا طلب عندي أشياء قناته وقناة تستاهل الاشتراك، ينشر فيه منوعات، فروح اشتركوا به. طبعا مثل ما متعودين ننقل لكم اخر الاخبار والتوضيحات. وزاره التربيه تقول يوما الاربعاء والخميس يعدان دواما رسميا، والتعليق الحضوري يبدا من يوم السبت المقبل في المدارس. طبعا قبل شوي نشرت لكم انا الفيديو مال انه تعطيل الدوام من خلص الاجتماع وكذا من مجلس الوزراء، لكن هسه وزاره التربيه اكدت انه الاربعاء والخميس، خاف واحد يسال عليهن، يعني الاربعاء والخميس دوام، ماكو اي مشكله بيهن. والتعليق الدوام اي تعطيل الدوام وتعليق يعني الدوام الحضوري سواء كان للمدارس وغيرها راح يكون من يوم السبت المقبل في المدارس. يعني انه يوم الاربعاء ويوم الخميس دوام، خاف واحد يسال عليهن، تقدرون تروحون تكملون امتحاناتكم الشفويه اذا واحد عنده امتحان يوم الاربعاء او يوم الخميس. والتعليق الدوام والتعطيل راح يكون من يوم السبت ان شاء الله. كذلك سيكون هناك اجتماع مرتقب للسيد وزير التربية مع هيئة الرأي حول آلية وموعد الامتحانات للطلبة في جميع المراحل الدراسية، كذلك طلبة الامتحانات الخارجية، وحسب مخرجات اجتماع مجلس الوزراء وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. مثل ما تعرفون احنا هسه قبل شوي مشينا لكم الاجتماع، وهسه حتى من التوضيحات كنا نعرف احنا تأجلت الامتحانات مال المدارس، لكن ليش وقت تأجلت؟ فراح يسوون بعد اجتماع. هذا الاجتماع مو يخص مجلس الوزراء، وإنما وزير التربية مع هيئة الرأي على مود يعطون الموعد الجديد للامتحانات مال نصف السنة، وكذلك يعطون القرارات اللي تخص الخارج وغيرها من هاي القرارات اللي تخص الطلاب. فانتظرونا ان شاء الله، اي قرار او اي خبر او اي توضيح راح نشرح لكم ان شاء الله ونوضحه لكم. في اخر لا تنسوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس على وصلكم جميع الاخبار العاجلة والمهمة اول باول.